غادي نجاوب اخوتي على النهار ديال اليوم هاد المحكمه، وغادي نجاوب على الفيديو اللي طلق البارح خونا في الله مع الطريق ديال الشاون، فيه الخزان كيهضر كيهضر على الكرامه ديال الرجال والرجال، وخصو يتحافظوا على الشرف ديالهم وخصو يحتفظوا على العائله ديالهم. غادي نجاوب على هاد النقطه هادي، وغادي نجاوب على ختنا اللي نهار كامل كتستنى يصبح الصباح باش تمشي دير اللايف قدام المحكمه. غادي نجاوب على هاد النقاط هادم. غادي نجاوب على احمد، الفيديو اللي حط اليوم يكون خدام عرفتو، اللي حط محمد الازرق. الا لاحظتوا الوجه ديال احمد كيف انه مطعون وكيف انه معصب، يعني كيعاني معاناه في ديك الدار، الضغوطات. وهاد خونا في الله كيهضر على الحقره، ولاني عامل له واحد الكاميرا في القلب ديال الدار ديالو، والدار ديالهم كاملين حاجه المشروكه غير متروكه. قال لك الوجه ديال المشروك ما عمره كيتغسل. غادي نطرق لهاد المواضيع قبل ما نشوفوا هذا المقطع هذا ديال احمد، وغادي نهضروا عليه، وغادي نسيقيو على الموضوع ديالنا، نكملوا على الطريق ديالنا المحكمه وزيد. يعني شي ساكنين في الدار، جانا ساكنين في احياء شعبيه. لا سكن اقتصادي. عاد يقول هذا عاد شلاق وزين، دابا كاين شي حاجه كاين هذا بغا هذيك، انا عاود نسقط لي ونحضر عاود الطوموبيله ديالي. هذا ديما حظي مني وانا خصني نحظي منه هنا. هذا السكو هذا ما يحظيو هما يحظيو كلشي. انا كنت ندير وحده لداخل، ولكن بالمناسبه احتراما للجيران ما يمكنليش ندير لهم الكاميرا في الباب ديال الفصيل. في الباب يعني الباب ديال الفصيل راه كيقولوا لها الباب ديال الحرم، ما يمكنليش انا ما نحظي المراه ديالها تبقى تحظي لي ديالي. طرف اخر داره وما عارفين الناس شنو كاين عندي في الباب، كذا راقب الدروج كامل اللي طلعوا اللي هبط. انا ما نقياش، انا نقدر نقي داخل ديالي، ما نقياش مثلا في الدروج مشروكي، او ما نقي مثلا في الباب ديال الفصيل. شكون ما جاي عندها هنا نحظيك، شكون ما انا ما نقياش هذاك للاداب. مثلا لا مغلوب ولا انا نمشي مثلا عند السلطه ولا نمشي فين ما نمشي نزول، ولكن لا ما بغيتش انا هادشي هذا. شنو قلت؟ قلنا بنادم بالتي هي احسن، بنادم يقسم بشويه. اخوان ماشي مجاملات، والله العظيم هذا الانسان هذا الا حدي بزاف. احمد علاش الريحه ديال هذه والله الا يقول هذا فخنر الله العظيم. علاش المتتبعين كتشفتوا هذا الفيديو هذا، احمد كيهضر من القلب ديالو الصراحه الله كما كتشوفوا. السلام عليكم، لاباس عليكم بخير مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتحياتي لكم جميعا داخل الوطن خارج الوطن. شكرا لكم على تفاعلات الفيديو واللايكات ديالكم والكومونتيرات ديالكم كيهمونا. خليكم هنايا تتبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، وغادي نطرقوا هذه المواضيع اللي واقعه فيها النهار اليوم. خوتي المتتبعين غنبداو من المحكمه شفنا حربشت وشفنا رياكشن. المهم غنخليها حتى الاخرين ونعطي لها شي حاجه د المعلومات، شي حاجه د العصير. غادي نهضر على حربشت اللي حاضرين اليوم في المحكمه، وشي كيقول شهود ما جاوش، شي كيقول تاجلت الاضراب. كل واحد شنو غايقول. انا غادي نجاوب بكل صراحه، حيت انا كنقول الصراحه في القناه ديالي، وما كيجيوني لا معلومات ولا والو، ولا اني كنعطي في النظريه ديالي في الفيديوز. مشاو الطرف المتهم حضر الجلسه، والطرف المدعي والشهود ديالو ما جاش، حيت عنده المحامي اكيد كيعلموا باي حاجه كاينه شنو غادي يكون وشنو ما يكونش، واش يجي ولا ما يجيش. من ناحيه الناس اللي كيقولوا تاجلت الجلسه على حسب الاضرابات، فعلا المحامين دايرين الاضرابات وتحياتي ليهم. على حسب ملي كندخلوا حنايا للجلسه نسولوا يا الرقم 2 يا الرقم 3، المهم اي جناح اي جنحي الا كان داير الاضراب ما خدامينش نداخل، كيقولوا لك ها هو مشدود، ما كندخلوش نداخل وما كنجلسوش في القاعه، كيقولوا لنا ها هو ما خدامينش راه دايرين الاضراب. كنرجعوا من تما، هادو ما مشاو دخلوا وجلسوا. طرف المتهم المدعي ما جاش، لا هو لا شهود ديالو. هادشي اللي كاين، حيت هما دخلوا للجلسه. هادشي اللي شفنا من خلال الفيديوز اللي حاطين. قال لك ما كاين ما جاوش. اكيد يكون المحامي علم من المدعي ديالو شنو غادي يكون في الجلسه، غادي تاجل. المهم هادشي اللي كاين. الحجج المحكمه كيبقاو في المحكمه، انا ما عارفه والو، انا كنشوف داكشي اللي كيحطوا في الفيديوز. نهضروا على احمد وعاد نرجعوا للرياكشن. نخليهم هاد النقطه ديال المحاكم غادي نخليها انا، وغادي نجاوبوا على اش كيقولوا له على خونا في الله اللي مشى البارح للشاون، وشنو غادي يكون في هاد الجلسه. غادي نجاوبوا على هاد النقطه. غادي نجاوبوا على اش كيقولوا له على خونا في الله اللي مشى البارح للشاون، وشنو غادي يكون في هاد الجلسه.
وطلق واحد الفيديو فيه الخزان وفيه الكاميرا ديال صاحبه وزيد. حنا ما نقولوا حتى شي واحد سرق، حتى شي واحد دا، حتى شي واحد تعرض. هذه انا الله اعلم ما شفت مريض. نتوما عندكم لي زوديوس خارجين من التليفون ديال علي، صافي نتمنى تشرحونا ما يجيو داك الاوديوس هذوك لا حنايا لا لنا المتتبعين. كما كتنزلوا الخزان خرجوا ديك لي زوديوس وطرحوا عليهم السؤال المتتبع ما يجالكم. هادشي اللي كاين. دابا انت الا غتحطنا الخزان في الصراحه الله وتحياتي للخزان، دابا انت كتحط في المواقع وانت حاصل في الواقع. هذا هو اللي ما كيعجبنيش فيك. انتينا محاصل بواحد المنتف كبير بزاف اللي في الجنايات وانت كتحطنا الخزان. حنا ما كرهناش هذا الخزان يجي ادي بالشهاده ديالو، ينجي هاد الناس اللي ماشيين للحبس جوج د الناس، راه حاجه جنايات الله يحسن العون. فهمتوا؟ وهضرتي على واحد النقطه هذيك، يعني هذا المقطع فوقاش ما عندك جلسه كتطلق له في القناه ديالي. فهمتي؟ يعني دابا هذا الخزان هذا ما غندخلوش بالفيديو ديالك، حنايا ما كنتحكموش بالفيديو ديالك في المحكمه. في المحكمه كتحكم على داكشي اللي عندك في المحضر ديالك، والمحضر ديالك ما عند فيه شي الخزان كيهدر. فهمتوا؟ هذا هو الواقع. تحمل اللي بغى يحمل يحمل، اللي ما بغى يحمل ما يحملش ما يحملش. حنا كنا دوزنا من المحاكم، كاين كيهمنا الموضوع اللي غادي يفكنا في الواقع ماشي في المواقع. ودابا نتوما كتخدموا الواقع اكثر من المواقع. هذه نقطه. قلتي انتينا يعني هضرتي على الناس الحقاره، واليوم خارج احمد كيتشكى منك. قلتي بنادم خصو يتحافظ على الاسرار ديالو. قلتي بنادم كما كان خصو يبقى راجل. حنا شوفنا الوالد ديالك طلع مع حربشت، هو كان السباق في الاعراض ديال وصال. فهمتي؟ هو كان السباق في الاعراض ديال وصال اللي قال له جا هو المارتين وخلاها معاه في طنجه ومع السعودي، وطلع في واحد الانسان اللي كيسبلو في الاعراض والديه ود باباه، وطلع معاه كيزيدو كيقول له يرفعوا لك القبعه. هنايا غادي نرجعوا كل شيء وغادي نقول لكم نتوما في كفه واحده. فهمتوا؟ يعني هذه هي الصراحه. فهمتي؟ هذه هي الصراحه. الاب باباك اللي خصو هو يكون قدوه لخوتو، اللي خصو يكون هو واحد الشجره كتضلي على خوتو. الا مشى الجد ديالك ساعه بالعكس داعي خوتو طلعوا من الشاون كاملين، خارج كيضرب في المراه دخاه اللي هي وصال، قال لا داها السعودي، قال لا فيها بزاف د الحاجات. لما طلع عند واحد الانسان اللي كيقول له يماك قتاله وباباك ما عرفتش شكون، ومشي يديروا التحاليل ديال لادين وماشي باك الحقيقي. يعني فين هنايا الرجوله؟ فهمتوا؟ فين هنايا الرجوله؟ هذا هو الموضوع اللي غادي ننتقد عليك. انا كنتقد الفيديو، انا كنتقد الفيديو. فهمتوا؟ هنا اللي خصو الايفن والاخ الكبير خصو يكون قدوه، لا ليك ولا نعمك واللي هو علي وصال. غادي نخليك هنا. انا كنقول لك الله يعمل لك شي تاويل الخير. انا ما ضد حتى شي واحد، انا كنتقد الفيديو. غادي نمشي نحمد احمد. كتشفتوا في هذه اللقطه اللي جوزت لكم كيعاني من هذا الانسان هذا اللي غادي المحكمه. قال لك عمل له الكاميرا في الباب المفصل، واللي ما في حقك شي تعمل تما الكاميرا حيت نتوما مازال ما قسمتوش. والله يحفظ الله يحضر السلامه، ما غادي تقسموا هذا الشيء هذايا حتى توقع فيكم شي كارثه الله يستر. انا هذا الشيء هذا ما كيبشرش بالخير حيت السكت بزاف كيف ما كيقولوا والضغط بزاف كيولد انفجار. فهمتوا؟ انا كما كنشوف احمد صراحه الله ماشي شي معدي، وحتى انتينا ماشي شي معدي، ولكن انتينا شنو نقول لك كتعمل شي حوايج اللي مسير فيهم. فهمت؟ ما من حقك شي تعمل كاميرا ديك البلاصه هذيك، وما من حقك شي عندكم كلشي مشروك، وما من حقك شي تعمل القانون في ديك البلاصه هذيك، ما من حقك شي حين الباب د المفصل كتكون مشروكه، يعني ما من حقك شي تعمل كاميرا. هو حمد ما عندوش الكاميرات، حمد ما عندوش الكاميرات اللي غادي تتعامل معاه انت. كاميرا تعملوا معالي ماشي حمد، باش نتينا يعني غتحط على حمد. انا كنتمنى يكون فهمتوا القصد ديالي وخليونا من مشاكل، بعدونا من الصداع، وتشوف شي محتوى ديروه. انتوما تبقاو تعملوا هذه القضيه هذه الله يحضر السلامه،
وما كاين حتى شي واحد في ديك العائله اللي غادي يتدخل بشي دخول يعني مثلا بالخيط الابيض اللي غيوقف هذا الشيء هذا، لا الناس الكبار ولا الناس الصغار. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حنا كل ما كنشوفوا هذا الشيء كنزيدوا نمرطوا معاكم. هذا هو الفيديو ديالي يا خوتي، وتحياتي لكم جميعا داخل الوطن خارج ارض الوطن. انا هذا الفيديو ديالي كنتقد الفيديوهات اللي كيتنشرونا في التواصل الاجتماعي وكنعطي فيهم الراي ديالي بدون السب في الاعراض ولا في القصيرين ولا في الامهات ولا حتى في شي حاجه. هذا هو الانتقاد ديالي، والسلام عليكم وتحياتي لكم جميعا.